في هذا الفيديو لا تتصورون ايش قد حماسي، متحمسة أكثر من 1,000,000%. سبحان الله، كل الفرقان اللي أشجعهم تربح. السعودية ربحت، المغرب ربحت، وزي ما شفتوا بالعنوان اليوم راح نبدأ بفريق المغرب. حسيت انه من لما شفت فيديوهات الناس تبكي وفرحانة انه المغرب ربحت. قولوا لي بالتعليقات شو الفرقة اللي حابين أرسمها. بما أنه نونو مجنونة ما رح أرسم المنتخب الوطني كأنمي عادي، بل رح أختار أنمي بيشبه للمغاربة وأخلطه مع المنتخب الوطني. بالنسبة للأنمي اللي حسيتها تقرب للجمال المغربي هي ايه يا جماعة، نيزوكو من انمي قاتل الشياطين. ليش يا جماعة؟ لانه احس انه المغاربة شعرهم طويل وهيك كيرلي من تحت، وكتير كيرلي، يعني احس انه فيهم كيرلي هير وطويل كتير، وممكن يكون في الوان زي هيك. واكثر شيء جذبني وحبيت انه استخدمه هو الشيء اللي بيكون في فمها. راح احوله لشيء ما يخطر على البال. اذا حابين تشوفوا كل هالكركبة فابقوا معي لحتى الاخير. راح استخدم دفتر خاص بالماركرز من ماركة كانسون في 200 جرام على المتر مربع، ممكن تستعملوا اي دفتر ثاني. ونبدأ بسم الله السكتش. ليش استخدمت الماركرز هاليوم؟ لأنه من زمان أولا على الماركرز، وثاني شيء لأنه حابة أمشي بسرعة، لأنه هالفيديو لأول مرة رح أبدأه يوم اثنين ولازم أسرعه وأحطه يوم الخميس، لأنه يوم الخميس رح تبدأ مباراة المغرب، وحابة يكون الفيديو جاهز قبل ما تبدأ المباراة لحتى أحطه يوم الخميس. رح نشوف إذا كنت ممكن يعني أعمل هالسرعة الخارقة حتى أعمله. المهم عملت بحث في بنترست لحتى أشوف وضعيات تبع نيزوكو ورسمة نيزوكو هيك، ولقيت هالصورة حبيت أعمل مثلها، حسيتها بتشبه شوي لوضعية الكرة وهيك. المهم حبيت أضيف لها كمان أذنين، بس أذنين الأسد، لأنه الفريق المغربي بيسموه فريق الأسود، لهيك حبيت يعني أخليها تكون مايلة على أسد. يعني هذا هو شكل السكتش. راح أبدأ تحبير. زي ما تشوفوا هذه ثاني مرة راح اشتري ألوان تحبير. راح لكم ليش في هذا الشهر، يعني في مدة وجيزة. بس أول شيء دائما لما اشتري قلم تحبير جديد أشوف إذا كان يعني ما بيمشي مع الألكوهول ماركرز، وهذا اللي وقع الحمد لله ما انمسح مع الألكوهول ماركرز. وزي ما تشوفوا هذه الألوان بيكون فيها زي ما بعرف هذا القبعة الصغيرة لحتى يعني ما تكون ناشفة. المهم يا جماعة حبيت إنه أحبر بلون البني زي ما تشوفوا هيك. المشكلة ليش ما استعمل أقلام مايكرون حتى إن كانوا صراحة حلوين؟
بس بينشفوا بسرعة فائقة. يعني عبال ما أشتريهم أستخدمهم ممكن أسبوع أو أسبوعين ينشفوا بسرعة فائقة. بعدين شفت رسامة كورية جابت هالأقلام من هالماركة وفيهم ألوان متعددة وحلوين والمسكة حلوة، يعني حبيتهم كتير فقلت أجيب منهم، ومو غاليين أبدا وينفعوا للماركرز. بعدين رح شوف إذا كانوا ينفعوا للمائي ورح أجربهم لمدة طويلة حتى أشوف إذا كانوا رح ينشفوا بسرعة زي الساكورا مايكرون أو لا. المهم بعد ما أنهيت التحبير مسحت القلم وبدأت ألون بأقلام ماركرز تبع بالنسبة لتلوين البشرة حطيت كتير فيديوهات على هذا الموضوع. دائما أبدأ بأفتح درجة يعني أمشي شوي شوي على الدرجات حتى أخلي الدرجة الغامقة هي الأخيرة. وحبيت تكون درجة لون بشرة نيزوكو شوية محمرة، لأنه المغاربة بيكونوا بشرة فيهم الأبيض وفيهم الأسمر وفيهم كتير ألوان، بس غالبيتهم بتكون أو يعني بشرة حنطية مايلة على أحمر، لأنه في شمس وفي بحر ويا محمرين بنقول. بالنسبة للعيون ما في شيء مختلف، نفس عيون نيزوكو، ولو إنه ضفت لها أشياء خاصة بيني أنا. وزي ما بتشوفوا المفاجأة اللي حطيتها بفمها هي كأس الفيفا، لأنه ما بعرف أعطيهم فال حتى يجيبوا لنا كأس الفيفا إن شاء الله في هذا العام، أو أي بلد مغربي عربي مسلم حبيت إنه يجيب الفيفا هذا العام عشان نفرح شوي، لأنه دائما كل البلدان تربح ما عدا المسلمين والعرب في كرة القدم. أتمنى تربح هذا العام. للأسف في بلدان مو مشاركة، مثلا الجزائر وأظن مصر مو مشاركة كمان، ما بعرف، قولوا لي بالتعليقات. المهم في بلدان كتير حلوين بس مو مشاركة وما بعرف ليش، قولوا لي إذا كنتم متابعين هذا. المهم حطيت لها يعني القميص للمنتخب الوطني. بتعرفوا هذا في قمصين لهذا العام، في الأحمر والأخضر وفي الأبيض. أنا حبيت أحط لها الأحمر. بعدين بالنسبة للرجلين أو يعني هذه الباسكيت اللي في رجليها باسكيت كرة القدم، وحطيت لها جوارب من ماركة بيوما. راح أحط لهم الماركة وكل هذا الشيء بالأخير لأنه الماركة بالأبيض. وبالنسبة للديتيلز راح أحطهم أكيد بأقلام خشبية. أحط الديتيلز تبع الشعر وأحط الديتيلز تبع كل شيء يعني باللمعة. بالنسبة للملمعة راح أستعمل قلم بوسكا، لأنه واو صراحة كيف يخرج اللمعة، أحسن قلم الصراحة شفته لللمعة لحد الآن. زي ما شفتوا بقلم بوسكا بدأت أحط الديتيلز وماركة بيوما تبع التونو أو تبع يعني التيشيرت تبعهم، وحطيت رقم 2. ما بعرف ليش رقم 2، لأنه لازم أحط رقم، حطيت 2، حبيت 2. وبدأت ألون كمان الكرة، حتى إنه أحس إنه شعر نيزوكو لابق كتير على قميص المغرب، وهيك فيه أصفر وأحمر يعني متجانسين الألوان. حبيت. وليش يا جماعة ما عملتوا رجل؟ لأنه بدي غير شوي، دائما نعمل شباب بيكونوا لابسين القمصان، لا هالمرة بنت. نتخيل إنه نيزوكو هي مشجعة الفريق المغربي الوطني. وهلأ رح نشوف النتيجة. إذا كنتم مستعدين 3 2 1 ترى. شو رأيكم يا جماعة بهالحلاوة بهالجمال؟ والله أبدعت. أنا من راسي أبدعت. عمري ما رسمت بنت بهالإبداع لحد الآن صراحة، لأنه الجسم كامل وحتى إنها سبورت. بليز حطوني كتير لايكات وقولوا لي بالتعليقات إذا حابين زي ما قلت في الأول منتخبات ثانية وبلدان ثانية، وإذا عندكم أي أفكار ثانية لا تبخلوا علي بها، رح أعملها كلياتها. وأكيد نونو تعمل أصعب التحديات. كان هذا فيديو اليوم أظن إنه أسرع فيديو في العالم عملته. أحبكم كتير من قلبي. باي.
باي.